السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم وصفة حلوة جدا جدا، موفرة جدا واقتصادية لأبعد حدود. انا عملت همبرجر فراخ بمكون يعتبر سحري صراحة، لان هو انا ما كنتش متخيلة خالص ان هو يطلع بالطعم ده ولا بالتوفير ده. انا مستخدمتش النهارده فول صويا خالص. انا كل اللي استخدمته نص كيلو بس من صدور الفراخ، وما شاء الله طلع معايا كيلو وشوية من الهمبرجر. طبعا انا بنعمل دلوقتي مع بعض السندوتشات وشوفي شكلها حلو ازاي، وهنروح على طول بعد كده نشوف المكونات اللي كانت معايا ايه. طريقتها سهلة خالص خالص وبسيطة ومكلفتنيش حاجة خالص، وما شاء الله عيلة كاملة اتغدت من النص كيلو البانيه اللي هي صدور الفراخ وكفت الحمد لله. اول حاجة معايا زي ما قلتلك، معايا نص كيلو من صدور الفراخ، ومعايا 8 كيلو اللي هو 125 جرام من دهون اللحمة. انا لما بجيب اللحمة بيكون طبعا فيها دهون، بشيلها وبحوشها، وبعد كده باخد منها زي ما انت شايفة كده 8 كيلو. وده 8 كيلو حمص الشام، وده المكون اللي قلتلك عليه اللي هو بديل لفول الصويا. حمص الشام معروف جدا بفوائده الكتيرة، ولو دخلتي على النت وسألتي هتعرفي. وكمان عشان نبعد خالص عن شكوك الفول الصويا وأثرها مع الأولاد بالذات. أول حاجة عملتها طحنت الفول، طحنت قصدي الحمص الشام ده. كنت نقعته شوية، وبعد كده سلقته سوا كامل ودخلته الفريزر، لاني بعمل كمية وبشيل كل طمن كده لوحده عشان استخدمه في الاكلات يعني. المهم خرجته من الفريزر وفك شوية وطحنته زي ما انت شايفة كده في الكبة. وبعد كده اخدت بقى الدهون دي برضو طمن 125 جرام. برضو طحنتها كده وفرمتها كويس جدا في الكبة. انا كمان معايا كيس من بهارات البرجر. دي حلوة قوي قوي، بتغنيني ان انا اشتري توابل كتير، هي بتبقى شاملة كل حاجة. هفضي بقى الدهون اللي فرمتها في بول عندي. زي ما انتم شايفين كده فرمتها فرم ناعم عشان ما تبانش في الهمبرجر. دي يعني لازم تحطيها مع الهمبرجر، لانها بتدي طراوة كده لقطعة الهمبرجر وبتخليها تتماسك. حطيت عليها برضو الحمص المطحون، وابتديت افرم فيه الفراخ. ده عبارة عن نص كيلو. بس انا كان عندي يعني صدرين فراخ وكانت قطعة كده من الاوراق، بس وزنها في الاخر 500 جرام. بطحنها برضو طحن ناعم كده. كلنا بنحب البرجر واولادنا بيحبوه جدا وبيشتروه باسعار غالية. وكمان مش عارفين مكوناته ايه اللي بره. لكن ده مدي طعم حلو جدا جدا وبأمانة. انا الحمد لله اتعودت ان انا الوصفة اللي هعملها او هجربها معاكم هقول لكم على النتيجة بكل صدق وأمانة، لاني انا مش مخترعة الوصفة. انا برضو زيكم كده بتفرج على الوصفات، والوصفة اللي بتعجبني بحاول اجربها وبقول لكم النتيجة. يعني انا مجرد ان انا بوفر عليكم بس ان انتوا تهدروا في خامات، وبقول لكم النتيجة النهائية. ده كيس التوابل هتلاقيه عند العطار. اسمها بهارات برجر. وحطيت كمان معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من الفلفل الأسود، وحطيت نص معلقة من أو معلقة إلا ربع صغيرة من البيكنج باودر. هنقلب بقى كل المكونات مع بعض. ودي بصلاية برضو في حدود 125 جرام، يعني برضو 8 كيلو يعتبر. بس انا بشرتها بالمبشرة مش بالكبة علشان تبقى القطع رفيعة وما تبانش في البرجر بتاعي.
هنخلط بقى كل المكونات كلها مع بعض خلط جيد جدا جدا، لان كل ما بتقلبيها وبتخلطيها مع بعض كل ما بيديكي همبرجر متماسك وما يفكش معاكي وانتي بتقليه. تمام كده، هنا بوريكي ما شاء الله كيلو وشوية، كيلو و54 جرام. فطبعا حلو جدا جدا، من نص كيلو يطلع لنا كيلو بمكونات بسيطة خالص، وممكن تكون عندنا في البيت كمان. انا بعد ما خلطت الحاجة بايدي يعني حبيت كمان ان انا ااكد الخلط، فاخدتها لفة كده سريعة بالكبة كمان مرة. قسمت بقى الخليط كله لكور كده يعني قد بعض. انا بصراحة عملتها على الميزان، دي كانت 70 جرام، كل كورة 70 جرام. طلعت لي 15 قطعة، 15 قرص همبرجر من نص كيلو بانيه. وما شاء الله القطعة كبيرة، وكمان بتزيد قوي في القلي مش بتكش. ده شكلها، وممكن تخزني بالشكل ده كل قطعة بتلفيها. ده مكبس الهمبرجر ممكن تستغني عنه بعلبة غطا علبة السمن الصغيرة اللي هي كيلو، وبرضو بتحطي تحت قطعة الهمبرجر بلاستيك وفوقيه بلاستيك، وبتضغطي عليه حتى بايديكي كده هيديكي قرص متساوي الشكل زي ده كده بالظبط. هنروح بقى على النار، نكون مسخنين الطاسة فيها حبة من الزيت مش كتير، وهننزل بالهمبرجر كده على النار. هو ما بياخدش وقت خالص خالص، فلازم تبقي واخده بالك منه قوي. وبعدين وانتي بتحطيه في الطاسه برضو بالراحه عليه، لان هو العجينه بتاعته بتبقى طريه شويه، بس هو اول ما يشم النار بيشد جامد وبيبقى متماسك وحلو جدا. زي ما انت شايفه كده القطعه ما كشتش خالص، بل بالعكس ان هي زادت كمان. بنفضل بقى واقفين قصاده كده لحد ما نشوف اللون اللي احنا حابينه، ويكون خلاص اتأكدنا ان هو استوى، بيحمر كده من الوجهين بتوعه. زي ما قلتلك الوصفة سهلة خالص زي ما شفتيها، وكمان موفرة خالص واقتصادية. هنطلع منها 15 سندوتش، وشوفي السندوتش دلوقتي بيتباع بكام. يلا بقى نعمل السندوتشات مع بعض. احنا بنفتح كده السندوتش لجزئين زي اللي بنجيبه من بره، وبنحط الحاجة الصوصات كلها اللي احنا حابينها. انا كان عندي كاتشب ومايونيز، وحطيت عليها كمان ورقة كابوتشا، وحطيت قطعة من الهمبرجر وكمان ورقة من الكابوتشا. وبحط باقي الكيس بقى بتاع الكاتشب والمايونيز على الجزء التاني من الساندوتش. بيبقى شكله حلو جدا ومشهي وكمان مفيد قوي لان هو جواه خضار. يبقى كده وجبة متكاملة، عندك خضار وعندك بروتين وعندك نشويات، فوجبة ما تخافيش ابدا من اطفالك او اولادك انهم ياكلوه. وبس كده احنا خلصنا وصفتنا بكل سهولة. يا رب تكون الوصفة عجبتك والطريقة سهلة وتنفذيها، ويا ريت لو نفذتيها وعجبتك ما تنسنيش بقى من صالح دعاكي، ويا ريت كومنت حلو في تحت في الكومنتات، وما تنسليش في اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. شكله تحفة ومشهي وطعمه تحفة تحفة، وأولادي عجبهم جدا جدا. بجد جربيه ومش هتندمي. أسيبكم بقى في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.